مرحبا بكم في قناة حكايات من المغرب، القناة اللي كتجيب لكم قصص مغربية واقعية ومثيرة فيهم العبرة، دروس والصدمة. إلا كنتي من الناس اللي كيبغيو يسمعوا حكايات من قلب المجتمع، قصص ديال الصبر، الخيانة، القوة والنجاح، فانت في المكان المناسب. ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واليوم جيت نحكي لكم قصة العنوان ديالها عطيتو ثقتي وفلوسي في الزواج ولكن صدمني في النهاية. شدوا معايا القصة من الاول للاخر، راه صدمة كبيرة. كنت كنقول في قلبي الزواج سترة وحلال، والمرأة ما كتكمل حياتها حتى تلقى راجل يعاونها يحبها ويخاف عليها. انا ما كنتش باغيه قصر ولا عرس كبير، كنت غير باغيه راجل نبني معاه حياتي خطوه بخطوه على قد الحال، بالموده والرحمه ويد في يد. كنت خدامه على راسي وكنبيع شويه في انستغرام، نجمع درهم على درهم ونحلم نفتح مشروع صغير. ما كنتش كنخمم في الخيانه، ولا كنت كنحسب حساب انني غادي نعيش واحد الفيلم اللي ماشي ديالي، واحد القصه اللي فيها الصدمه والظلم. عطيتو ثقتي، عطيتو فلوسي، وكنت كنقول في بالي راه راجلي ما غاديش يضرني. ولكن الواقع كان مختلف تماما. اللي وقع ما عمرني كنت كنتصور انه يجي من اقرب واحد ليا، من راجلي اللي المفروض يكون اماني وسندي. ولكن حتى واحد ما يقدر يضربني، ياخذ رزقي ويخليني نطيح وانا ساكته. انا ما كنتش سهله، والقصه ديالي بدات هنا. تعرفت عليه في ظروف عاديه، بان راجل متدين هادئ وعارف شنو باغي. ما طولناش في التعارف ودار الخطبه وكتبنا الكتاب. قبل العرس سولني على فلوسي وقلت ليه الصراحه شحال عندي حيت طقت فيه. قال لي هاد الفلوس غادي نزيدو بهم في الدار ونشريو التلفازه والطابله ونوجدو كلشي وديما تبقى شريكه حياتي. انا صدقته وعطيته كارت ديال البنكه ديالي. نهار على نهار وليت كنلاحظ انه تبدل، ما بقاش كيهضر معايا بحال الاول، ولا كيشد الفلوس كاملين وانا كنقول راه راجل الدار وخاصني نعاونو. حتى جا النهار اللي دخلت للبنك من تليفوني، صافي الصدمه الكبيره. الحساب خاوي، سحوبات متتاليه، تحويلات، حتى ريال ما بقى. واجهته قال لي بلا ما يحشم انا راجلك وعندي الحق ندير اللي بغيت، وإلا ما عجبكش الباب وسع من كتافك. هنا بدات القصة الحقيقية. مشيت عند محامي وجمعت كل الإثباتات، رسائل، تحويلات، تسجيلات، درت شكاية ومشيت عند دارنا. ما بغيتش نسكت حيت كنت عارفة أنني مظلومة، وتلقيت الدعم من عائلتي وبديت نسترجع حياتي. المحكمة حكمت لصالحي وخدت لي حقي ورجعت لي واحد الجزء من فلوسي. وحتى هو عرف أن المرأة ماشي ضعيفة، وخصوصا ملي كتكون عارفة قيمتها. انا دابا حرة وبديت من جديد، رجعت نبيع في انستغرام وزدت طورت خدمتي. والاهم تعلمت درس، الثقة كتكون بميزان، وحتى في الحب خصنا نبقاو واعيين. شكرا بزاف لانكم تبعتوا القصة حتى للنهاية. كنتمنى تكون عجبتكم وخديتوا منها شي عبرة. الى عجبتكم القصة ما تنسوش ديروا لايك، تبارطاجيو مع اصحابكم وتخليوا لي رايكم في التعاليق. وما تنسوش كل أسبوع كاينين قصص جداد من واقعنا المغربي غير على قناة حكايات من المغرب. نتلاقاو في القصة الجاية إن شاء الله، وخليو ديما قلوبكم قوية وعينيكم محلولين.